انا بكلمك انت اسمعني كويس. انا مش عارف دول اخوات ولا مش اخوات ولا ايه بالظبط. الناس اللي بتقعد تتخانق على الورث دي يبقوا اخوات يا اخي وشجج يا اخي، وتلاقيهم بيدبحوا بعضهم عشان خاطر الورث. اول ما ابويا اتوفى ما يكملش حتى 3 ايام ويبقى كل اللي في دماغه ان هو عايز ياخد الورث كله لوحده. كل همه في الدنيا ان ياكل يا اخي حق اخواته. يا اخي يا ابني هم دول اخواتك يا ابني ولا انت لاقيهم في الترعه؟ دايما تلاقي المظلومه اختهم، يعني دايما الست هي المظلومه في الورث. تلاقي 2 اخوات متحدين مع بعضيهم ويقول لك بص احنا نديها اي حاجه كده تتراضى وخلاص، انت كده كده ابويا سايب لنا بيت ياض، ما تيجي نبيعه وندي لها اي حاجه. ودايما اللي ربنا مديله هو اللي بيعمل الكلام ده كله. تلاقي عنده العمارات وتلاقي عنده الاراضي والدنيا كلها، وبعيد عنك طماع في الدنيا، مش عايز بص مش عايز حاجه تفلت من تحت ايده. هو عايز يدوس على كل اخواته، عايز يدوس عليهم كلهم، هو يتكوش على كل حاجه. ورث يا عم الحاج، عايز ادلع نفسي يا عم، عيش لي يومين. هو الراجل عايز يعيش له يومين يا عم ويضحك على اخواته في الورث يا عم. هو ده اللي دايما تلاقيه مسعور على الدنيا ده، ويبقى معاه كل حاجه يا اخي، وساب اخواته الفقراء المساكين، وهو اللي عايز يكوش على كل حاجه. انا بكلمك انت اسمعني كويس. دايما يا اخي تلاقيه واقف لهم زي الشوكه في الزور. يعني ابوه مثلا سايب لهم بيت ولا سايب لهم ارض، وعايزين يبيعوا الحاجه دي عشان ياخدوا ورثهم، يقول لهم لا انا مش هبيع. طب انت يا اخويا انت مش عايز تبيع ليه يا اخويا؟ طيب لا انا مش هبيع دلوقتي، يمكن السعر يعلى شويه والدنيا تظبط شويه. مش في دماغه الكلام ده، لا ده هو عايز يا باشا يكوش على كل حاجه لوحده. طب يا عم خد انت اشتري حته الارض وادينا حقنا. لا انا مش هشتري. طب يا عم نبيع. لا انا مش هبيع. طب ايه يا عم انت عشان قاعد انت في قصر وقاعد والدنيا ماشيه معاك والعربيه تحت رجلك والدنيا فل، واحنا فوجر اخواتك يا واد لحمك ودمك بيقولوا لك عايزين ورثنا بالحلال، وانت مش راضي تديهم حاجه. اخواتك دول اللي المفروض تسال عليهم اكتر ما كنت بتسال عليهم لما ابوك كان عايش. عايز اقول لك انتوا اللي باقيين لبعضيكوا، يعني انتوا لحم ودم يا اخوانا. انتوا بتعملوا ببعضكم كده ازاي يا اخوانا؟ ده انا بشوف قواضي وبشوف محاكم والدنيا خربانه. ده ممكن واحد يضرب اخوه، ممكن يموته عشان خاطر حته ارض. هو انت يا ابن الحلال انت فاكر ان الحاجه دي هتفضل دايما معاك ولا انت ايه في دماغك؟ ولا انت فاكر في الوصيه بتاعتك هتكتب والنبي باخدوا لي حته البيت دي معايا وانا رايح، ولا شويه الذهب دول احطهم جنب شويه الفلوس؟ كان غيرك اشطر يا حبيبي، كله رايح من غير حاجه. كفايه بس سيرتك، كفايه سيرتك بين اخواتك بعد ما ربنا يفتكرك تبقى كويس، ما يبقوش محرومين وجواهم نار من اللي انت عملته فيهم. ما انت لو كويس معاهم والورث اتوزع بالحلال بينكم كله بالتراضي، يقولوا ربنا يرحمه ويغفر له. خلاصة الكلام. انا مش عارف ازاي انا بوصيك على اخواتك. راعي اخواتك وياك تظلمهم في يوم من الايام، وحط 100 خط تحت اياك تظلمهم. بكرر لك وبقول لك محدش بياخد حاجه معاه. يا رب الرسالة تكون وصلت.